ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بكم في فيديو جديد. وطبعا احنا كلنا دلوقتي مسكنا متلازمة بعد العيد ان شاء الله. كل اللي وراه حاجة وكل اللي عنده شغل مذاكرة اي حاجة هتلاقيه مأجلها لبعد العيد. طب ايه السبب ليه بيعمل كده؟ ما تعرفش، بس هو اخلص بس من اجازة العيد ونرتاح وننبسط ونريح وبتاع، وبعد العيد ان شاء الله نبقى نعمل كده. ف... فدي طبعا مشكلة. فاحنا عايزين نعرف بقى يعني احنا ليه بنقول كده وليه بنعمل كده وايه السبب في المشكلة دي، وكم نقطة كده حل عليها ان شاء الله. وده اللي هنعرفه بإذن الله في الفيديو النهاردة. يلا بينا. طبعا احنا محتاجين نعرف الأول ليه ده بيحصل، او ازاي ممكن ليه بنأجل كل ورانا كده، او ازاي ده ممكن يحصل، او ازاي دماغك تفكيرها كلها بيبقى ان انا مأجل الحاجة دي او مش متقبل نعملها. الفكرة كلها ان انت بتبقى الحاجة دي صعبة عليك او مستثقلة او مش طايق انك تعملها، فبتبدأ دماغك تبعت اشارات ان انت الحاجة دي خلاص صعبة قوي وحشة. فتبدأ تبعت حاجة زي الألم كده بالظبط، زي الألم ممكن يبقى ألم مادي وألم معنوي. ممكن تيجي تذاكر تلاقي نفسك مصدع، مش عينك وجعاك، دماغك مش قادر تاخد المعلومة كده. ممكن يبقى ألم معنوي انك زهقان مكتئب مش قادر تعبان. فهي بتبقى تبعت ان انت الشغلانه دي او الواجب ده مش هعمله، مش قادر باي معنى بقى. ان انت كده هي فصلت خلاص، دماغك بتبقى قفلت منه. فبتبدا بقى دماغك تشوف بقى مسكن للالم اللي حصل ده، او سكه تانية او طريق تاني، اللي هو مثلا تاجله. تقوم جاي قايل انك هتاجل مثلا زي ما قلنا بعد العيد مثلا اي شغل بقى واي وقت، فبتبدا تاجل. تاني حاجه تبدا تشوف لك ملهى تاني او مصرف تاني تصرف نفسك فيه. شوف مثلا حلقه اتفرج عليها، لعبه العبها، تلفزيون، تليفون، اخرج، انام، انزل، فاهم؟ المهم ان تهرب من الحاجه الصعبه او الحاجه اللي عامله الم او صداع او مضايقاك دي. تبدا تهرب منها وخلاص بقى هي اتاجلت ودينا ارتحنا وخلصنا دلوقتي. فدي طبعا مشكله كبيره. انت مثلا لو عندك شغل فيه ديدلاين او حاجه محتاج تسلمها، فانت كده ما اتعملتش. تيجي بعد كده مثلا الله اعلم اتاجلت لحد امتى او الحاجه دي هتعمل ولا لا. فاحنا محتاجين بقى نشوف حل للمشكله دي، نشوف حلول على السبب او المشاكل اللي عملته دماغك، اللي هو مثلا شافت الحاجه دي صعبه فشوف ايه ازاي نحلها. في الم نحاول نشوف الالم ده نحله ازاي. فان شاء الله كام بوينت كده هنقولهم ونخلص من الموضوع ده باذن الله. اول حاجه انت محتاج تعملها هو ادراك الخساره. يعني ايه بقى ادراك الخساره او انك تدرك الخساره؟ ان انت تكلم نفسك او تقول لنفسك بصوت عالي كده، او تكتب في ورقه قدامك ايه اللي هيحصل لما انت اجلت الواجب ده او اجلت المذاكره او اجلت الشغل ده. ايه اللي جاي بعد كده؟ وفي الاغلب اصلا انت بتبقى عارف المشكله وعارف ايه اللي هيحصل، بس هربان. يعني انت خلاص انا مرتاح في الزون دي، انا رايق دلوقتي مش مهم. لا، فانت محتاج انك تفكر نفسك دايما، بحيث انك تقول لنفسك صوت عالي، تكتب قدامك في ورقه، تكتب في تليفون، تكتب في اي حاجه، بحيث انك تشوف او تعرف على طول. وتفكر نفسك ان الالم اللي هتاخده من انك تعمل الشغل اللي عليك ده دلوقتي ابسط بكتير جدا من الالم اللي هيجيلك بعد كده لما تاجل. انت اجلت هتلاقي ستريس، هتلاقي توتر، هتلاقي ضغط شغل بتاع وقت ممكن ما يكفكش، هتتعب جامد جدا. فانت كده ما عملتش حاجه، انت ارتحت واجلت وريحت شويه في الاول، وبعدين كله اتراكم عليك في الاخر. فهي انت راكمت الوقت بس. تاني حل بقى، وفي الاول بس احنا هنقول المشكله اللي الحل ده ينفع لها الاول، او المشكله اللي انت ممكن تاجل بسببها، هي انك بيبقى عليك حاجات كتير او عليك كم كبير قوي، فانت مستصعب مستثقل وكده كده هريح في الاجازه في يومين جايين، اللي هو مثلا بنسبه الفيديو ان هو بعد العيد وكده. ف فبتقوم جاي مستثقل الكم ده كتير قوي. فالحل بقى انك تبدا يعني تعتبر الوقت مش الكم. يعني تبدا تستغل الوقت مش الكم، ايا كان الكم ايه. تقول مثلا انا هذاكر بس نص ساعه، 25 دقيقه، هذاكر ساعه، هذاكر يوم بس من الاسبوع، هذاكر كذا. فبتبدا تلاقي نفسك طلعت بكميه، طلعت بحاجه حلوه بدل ما كنت اجلت كله وما استفدتش حاجه. فهي معناها انك تركز على الوقت مش الكم، تركز على الوقت ايا كان اللي هتعمله ايه، بس بحيث انك لو فضلت واصل الكم مش هتعمل حاجه. انما لو استغلت اي وقت في ايدك هتلاقي نفسك في الاخر انت طلعت بمحصول انت عملته ما كنتش هتعمله لو كنت اجلت الشغل ده. وطبعا ابدا بالسهل. يعني انت بتبقى دايما المشكله اللي انت او اصلا انت اجلت بسبب ان عليك كم حاجات كتير صعبه، كتير قوي كتير قوي، فمش عارف تبدا منين، الحاجات متراكمه عليك. فابدا بالسهل، ابدا بحاجه بسيطه خالص، لان هي بتبقى المشكله كلها في البدايه دي. انت مجرد ما بدات خلاص تاخد مومنتم او زي زقه كده، بتكمل بقى بعد كده بقى عادي، خلاص انت بقيت في الاجواء بتاعه المذاكره او الشغل. لان هي بتبقى البدايه دي صعبه بس. تالت حاجه بقى، ابعد عن كل المشتتات او الملهيات اللي انت
اصلا بتروح لها لما بتأجل. يعني انت هتروح اجلت شغل، هتروح التليفون، تروح التلفزيون، هتروح تتفرج على حلقة، لا ابعد عن كل ده. او انت جاي تبدأ مثلا، شيل كل ده عنك خالص، شيله، اخرجه بره الأوضة اللي هتقعد فيها، او اخرج انت من الأوضة اللي فيها التلفزيون او كده. لان انت هتستسهل دايما التليفون او الحاجة السهلة دي، وكمان بتديك متعة، بتديك دوبامين، انت مبسوط، فمش هتعرف تنجز اللي عليك. فابعد عن كل اللي بيشغلك في او بيخليك تأجل، عشان يسهل عليك مهمة انك تبدأ. وطبعا بقى اخر حاجة، كافئ نفسك. يعني ادي لنفسك مكافأة دايما، وخلي المكافأة الحاجة اللي احنا لسه قايلين عليها، اللي انت منعتها عن نفسك، او الحاجة اللي هي كانت هتلهيك اصلا او مش هتخليك تعمل الشغل ده، او انت لما تأجل هتقعد عليها. فلا، شيلها وبعدين كافئ نفسك بيها بعد ما تعمل الشغل، يعني خليها مكافأة. لان هي انت هتستمتع بيها قوي بعد ما تكون خلصت الحاجة اللي عليك. هتستمتع طبعا انك خلصتش المذاكره او الشغل او الواجب اللي عليك ده، عملته، انت مستفاد. وبعدين هتيجي تقعد بقى يا مرتاح جدا، يعني حتى هما بيسموها جيلت فري انجويمنت، متعه خاليه الذنب. يعني مفيش بقى ضمير بيأنبك، مفيش متضايق انك وراك حاجات ما عملتهاش فدايما حط لنفسك مكافأة. خلص الشغل عليك، قوم مثلا العب لك جيمين، العب لك ماتشين، اقعد على التليفون، اقعد على التلفزيون، زي ما هتعمل. دي هتنبسط بقى جدا، وهتشجعك انك تبدأ وتذاكر دايما تاني، عشان في مكافأة بعد كده، او احط لنفسي مكافأة عشان اروح العب، اروح وهكذا. وبس كده، يعني دي كانت الخلاصه، كام بوينت اللي قلناهم دول، اللي هو تعمل ايه عشان تخلص من التأجيل وكده، وتحاول تخش في الحاجه اللي عليك. حاول تطبقهم على قد ما تقدر، وتستغل الوقت، بحيث انك يعني الحاجه اللي لو عملت 10% او 5% بس من الحاجه اللي مأجلها، انت اللي مستفاد. ف- فاستغل الكام بوينت اللي قلناهم دول، وحاول تطبق، وان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله بالتوفيق.